ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده بقى عن العنصر الثالث اللي هيفعل جوانا طاقة الحياة، اللي هو ايه؟ طاقة الحياة او ماء الحياة هتتفعل ازاي جوانا. آم، وعايزة اقول لكم ايه. اه انا سامعة، هي طاقة الحياة لما تتفعل جواك وتمشي جواك هتاخد تذكرة للدنيا. انا سامعة كده هتاخد تذكرة حقيقية بقى للدنيا، مش زي قبل كده. ايه التذكرة دي؟ دي التذكرة اللي هتعديك، الطاقة الحقيقية اللي احنا هنكتشفها جوه المجموعة. آم، وايه كمان؟ انا مش شايفة حاجة تانية اقولها بصراحة. يلا بينا نشوف المجموعة. تعالوا مع بعض بقى هنعمل ايه. هنختار الكروت، هتلاقي الفراشة دي. هنختار بقى ايه الكروت، وهنبدأ مع بعض القراءة بتاعة ايه الماء الحي او طاقة الحياة. يلا يلا بينا. طيب تعالوا كده بينا نكمل. انا رصيت كل الكروت وحطيت الكروت التوضيحية وكل حاجة. طيب نطلع بدول كده بس عشان ايه يبانوا، لان هما ايه كانوش باينين. طيب تعالوا نبص اول حاجة على الرمز اللي طلع لنا والفراشة. هو احنا قلنا ايه؟ ماء حي او طاقة الحياة، ده اللي انا سامعاه. آم، هو دي سوبرمان، بس انا سامعه. انا حتى استغربت، قلت الرمز اللي فات واللي قبليه طلع سيلفر، ده ذهبي، فاكيد ليها معنى. ده ذهبي مش نحاسي، ذهبي، انا سامعه ذهبي مش نحاسي، مش ستانلس ستيل مطلي، لا ده ذهب. طيب وسامعه سوبر ساوسن. تم تفعيل طاقة الأنوثة بنجاح. ده اللي أنا سامعاه. تم تفعيل طاقة الذهب بنجاح. الطاقة دلوقتي ماشية في كل جسمك. تن تن تن. انتوا عارفين الصوت بتاع المطارات ده، اللي هو الرسالة بتطلع وبعدين صوت ال تن تن تن، كأن الرسالة وصلت. طيب سوبر سامسون. طيب تعالوا نشوف الفراشة دي. الفراشتين اللي فاتوا كان فيهم اسود من حواليهم، الفراشة دي لا، كان فيهم اللي هو الفراغ. المرحلة دي لا، انت عديت مرحلة الفراغ بقى، وجواك روحانية أنا سامعة، ومادية، متوازن. الطاقة ماشية جواك، أنا شايفة الألوان دي بتمشي كده، هدوء، روقان، استعداد، انطلاق. 1 2 3 4، 3 انطلاق. زي مش أنا قلت لكم سمعت صوت المطارات؟ طيارة، وبعد كده الفراشة تطير بقى. هي طلعت من الشرقنقة وبعدين ابتدت في المجموعة اللي فاتت. أول واحدة الرعاية والعناية الذاتية طلعت من الشرنقة. الترفيه، إشعال النار، دي بقى موازنتها بالمية. فالطاقة مشيت في جسمنا، طاقة الحياة، توازن بين الأنثوية والذكورية. في لون أزرق وفي لون الموف الفاتح، أنا سامعة فيه بينك بس انت مش شايفه، واصفر انت مش شايفه، تمام، بس موجود جوه. وفي كمان درجات أخضر لذيذ. طيب جميل. تعالوا نبص بقى ايه اللي طلع معانا. دول القيم والكروت التوضيحية بتاعتهم، والصف اللي تحتيه اللي هي اسمها ايه قلنا، اللي هي مجالات الحياة، الصحة، انا سامعة الرزق. الفلوس، الشغل كده، تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض. طيب العناية بالنفس طلع معانا أول قيمة، العناية بالنفس. العناية بالنفس، أنا شايفة أول ما حطيت طلع لي الجسد،
مهم قوي هنا العناية والرعاية بالجسد. أنا سامعة كل ما هو داخل وكل ما هو خارج ديتوكس، كل حاجة بتقرب من طاقتك، كل حاجة مش أكل وشرب بس، يعني علاقات، ناس، مكان، أكل، شرب، حاجات بتلمسها، حاجات بتتعامل معاها. مهم ليك قوي التجذر والطين والمية والعناية ولمس الجسد. تمام، ماشي. طيب دي طلع لنا الإنجاز مقلوب. إنجاز شيء جديد بالملاحظة وجدير بالإعجاب. إن أنت تعمل حاجة جديدة تعجب الناس، تبسطهم، تخليهم يرضوا عنك. فده قوس قزح، اللي هو انت بتحاول ترضي كل الأطياف، أنا سامعة كده. فده بيوقع طاقتك وبيوقع اتصالك بالسبيريتس واتصالك بنفسك واتصالك بروحك وبيتك الداخلي، وسامعة رفاهيتك النفسية كمان والعقلية والجسدية. طبعا عقلك اتلخبط وجسمك اتلخبط وروحك. طيب وسلوكك بتدي بقى كتير، بتشتغل كتير، بتعمل كتير. فاقلب الطاقة بتاعت الإنجاز هنا دي عشان الإرضاء الناس، أو طاقات بقى، أي حاجة مش هتفرق، أو شغل، أي حاجة. طيب هنا بقى الرعاية، إن يكون مدعوم جسديا وعاطفيا من قبل العائلة والأصدقاء. أنا سامعة إن أنت في المرحلة دي هيبقى عندك رغبة وألم شديد نتيجة الشغل اللي بيحصل جواك وتفعيل الطاقة. في طاقة معاكسة بتخليك عايز من الناس إن هم يدولك الرعاية، يدولك العطف والحنان والود. فهنا بيقولك اقلب بيت العلاقات، لأن ده هيدخلك في بحر الأوهام، مش هيوصلك لأي حاجة. كل ما تطلبه من الخارج ومن الغير مش هيجيلك، أو هيجيلك بطاقة مسممة متوسخة. أنا سامعة كده. فدي انت لنفسك، ما تاخدش من بره. طيب عشان كده زي المجموعتين اللي فاتوا، العناية والرعاية الذاتية والترفيه، الفيديوهين اللي فاتوا كان بيقولك برضو ايه، ادي لنفسك، انت اولى، انت مهم، بيتك الداخلي. فكله منك انت مش من بره. انا سامعة لان طاقة الذهب الحقيقية من جواك، اللي بره كله فالصو ومش بذور حرة، ولا اللي بره طوبة، اللي جواك جوهرة. أنا سامعة دوري على الجوهرة. اللي جواك انت، السترين جواك. انا ايدي جت على ده شبه حجر السترين. السترين جواك مش براك. سبحان الله، الفيديو اللي فاتوا ما اخترتش حجر تاني وسبت الطوبة. بيقولك هنا بقى ان دي اللي جواك ده مش طوبة، انت جواك سترين، حجر الوفرة. طيب التشجيع هنا بيقولك ان انت تشجع وتقدر نفسك انت. بيقولك مش نفسك والاخرين، لا، نفسك انت. تقدر اللي انت وصلت له لحد دلوقتي في الصحوة الروحية، وكل اللي انت عديت بيه، وشغلك على نفسك، وشغلك على نفسك في تنظيفك لكل الطاقات بقى اللي بتقرب منك، للأكل، كل حاجة انت اشتغلتها على نفسك، حتى مع ظلالك اللي خلتها مصاحباك دلوقتي وماشية معاك. ده شغلك. فكافئ نفسك على كل اللي انت عديت بيه قبل كده. ازاي ان انت تدي لنفسك بقى اللي احنا بنقوله ده كله. النجاح بقى، الجمال هنا مقلوبة ليه؟ التقدير ورعاية وتنمية الجمال في نفسي والآخرين والبيئة. بيقولك ان انت ما تسعاش ان انت تاخد النجاح والتقدير من الغير، او انت تديه للغير. خده من نفسك بس. هو ده اللي هيوصلك للنجاح، في توازن الذكورة والأنوثة جواك، الين واليانج.
وهتبقى انت المساعد الايجابي لنفسك، مش هتبقى بتاخد ده من حد، بتديه انت لنفسك زي ما قلنا في الثلاث قيم اللي فاتوا. وهنا هيحصل تجميع ايه؟ الطاقة. طيب تعالوا نبص تحت بقى، ايه اللي انت ممكن، دي المجالات بتاعت الحياة. تمام. اول مجال طلع لنا المرح، طلع لنا منه كتير. وبعدين الحب طبعا، ما الحياة حاجة ليها علاقة بالروحانيات او نفسيتنا، تطويرنا ذاتنا، وعلاقتنا بالناس. الله اكبر، الله اكبر. طيب هنا بقى في تسريب طاقة. هنا بيقولك تجمع الطاقة ازاي. عملت كده، اوبا سبحان الله جمعت الطاقة. طيب هنا بقى عملت حاجة غلط، بيحذرك بقى ايه اللي ممكن يعمل تسريب في الطاقة. المرح بقى بيقولك ايه في المرح. بس نبص الكروت باينة كلها، كل اللي تحت باين. طيب المرح ايه اكتر حاجة بتقرقك وبتستنزف طاقتك؟ علشان تحس بقى بالمرح ما تعملش الحاجة دي. ما هو بيقولك تستنزف طاقتك، تعملك تسريب طاقي، ان انت تتعب من ايه؟ من دور الضحية. فاكرين في المجموعة اللي فاتت كان قال ان اهم حاجة كنا ماشيين بيها من المجموعة الاولانية في العناية والرعاية الذاتية، وبعدين الترفيه. وانا هي مش موجودة قدامي هنا بس انا سامعاها، اللي هي اختبارك الأساسي، خلي بالك منه، اللي بيعمل لك دايما تسريب طاقة وتعب، اللي هو إيه؟ عدم التبادل العادل. كل اللي حاصل ده عشان يوديك من عدم التبادل العادل إن أنت تتبادل بس مع نفسك، تيجي آخر السكيل، ونبقى نتوازن بعدين بقى، بس ده المهم دلوقتي. تمام. فده اللي هيعملك تسريب في الطاقة، إن أنت تقع في دور التضحية، فتبقى أنت الضحية. طيب إيه بعد كده بقى؟ المرح. المرح ده ايه اخباره؟ المرح ده يا سيدي بيقولك ايه الحاجة اللي انت لو اخدت فيها ساعتين خلال اليوم هتبقى فرحان ومبسوط فيهم وحاسس بالجوي. ايه الحاجات اللي انت حاسس ان انت تفرحك تحسسك بالمرح؟ ان انت تلعب بصدق. يعني ايه تلعب بصدق؟ تكون حبيب بيتك الداخلي، طفلك روحك، إن انت تحب كل حاجة جواك، عشان كده بتدخل جوه نفسك قوي قوي قوي. الحوت داخل لجوه بطريقة للقمر جوه، عشان تحس بالثقة والاستحقاق الذاتي وحب الذات وحب لبيتك الداخلي. فتلعب مع نفسك، تحب نفسك، تدي نفسك، تستبصر جواك مع نفسك. تمام. فهنا بقى كمان في حتة الحب بقى، انت دايما كان بتقع في الاختبار اللي هو بتاع عدم التبادل العادل. فهنا بيقولك طيب بالنسبة بقى للحب، ايه شكل العلاقة اللي انت شايف انها تكون هي دي الحب اللي بجد بقى احسن شكل علاقة؟ تمام. وايه المفروض تلتزم فيه بقى؟ التزامك عامل ازاي في الحب وفي التبادل؟ فدي بتودينا برضو لحتة التبادل العادل، ان انت تبقى متوازن وما تخليش الناس اعداء ليك. ازاي؟ وانت لما تعمل عدم تبادل عادل بتحس بتضحي، فبتحس ان انت ضحية، فبتتقلب الناس لاعداء. فما تعملش كده، فتقع فتخليك في حتة القوانين الروحية. في فيديو كنت عملته عن القوانين الروحية، اكتبوا لي تحت في الكومنتات الفيديو بتاع القوانين الروحية علشان احطه لكم. تمام، في الكومنتات. اوكي. هنا بقى الروحانيات. تخيل انك وصلت للرقم 10، هتبقى عامل ازاي في تقدم؟ ما هو ربنا عايز منك ايه؟ انا سامعة في الاختبار اللي انت عديت بيه، اللي هو الاختبار الاساسي اللي انت وقعت فيه، اللي هو ان ربنا عايزك تبقى محارب، ان انت لايه؟ لطاقة شيال الحمول، ان انت ما تشيلش حمول غيرك، خليك في نفسك. التبادل العادل اللي انت رايح له، تمام، عشان نفسيتك تتظبط وطاقتك تعلى وروحك المعنوية او نفسيتك تعلى. طيب تطوير الذات بقى. تطوير الذات في ايه بقى؟
ان انت لو وصلت رقم 10 برضو اعلى حاجة هتبقى عاملة ازاي. ما هي المهارات الخصائص او المجالات اللي تحتاج الى تطويرها. حتة تطوير الذات، ايه اللي انت محتاج تطور فيه نفسك دلوقتي؟ وكل ما عليت فيه طاقتك عليت ونفسيتك عليت وروحك عليت وجسمك اتظبط وعقلك اتظبط ومشاعرك اتظبطت، اللي هو التطوير الذاتي. هتطور ذاتك في ايه؟ بيتك الداخلي. استسلم للطريق الصح. جوهرتك الداخلية بتقولك ايه؟ جوهرك بيقولك ايه؟ ان انت ما تقعش في الاختبار بتاع قبل كده وتظبط بقى، تمشي تبع القوانين الروحية اللي هو التبادل العادل. طيب الأسرة والأصدقاء، هو انت برضو في حتة التبادل العادل الأسرة والأصدقاء، هو انت كان ايه اللي بيحصل دايما؟ عدم التبادل العادل، ان هو بتبقى بتضحي فبتقع في عدم التبادل العادل. فبيقولك خليك بعيد عن دور الضحية. دور الضحية ايه اللي هيوقعك فيه؟ ان انت تضحي. انا سامعة الملايكة معاك، انا سامعة الملايكة معاك والعالم السفلي معاك وكمان حدسك معاك. ليه؟ لان بيتك الداخلي، انت بقيت مع بيتك الداخلي. يعني ايه العالم السفلي معاك؟ ظلالك بقت ماشية معاك، بقيت تتعامل بظلك ان انت كنت مخبيه طول الوقت. انت كنت مخبيه فبتقع في عدم التبادل العادل. فلما طلعت ظلك وبقيت تتعامل بيه، انا اولى، المهم انبساطي، المهم نفسيتي، المهم جسمي، المهم حاجتي، المهم الحدود، حدود نفسية عقلية. الحدود، في كان بودكاست عملته عن الحدود، اكتبولي برضو تحت في الكومنتات عشان احطه لكم في اول كومنت. تعالوا بقى، هوقف هشيل الكروت دي وهرجع ارص الكروت اللي هي بتاعت ايه. تعالوا هنشوف، يلا. طيب طيب انا سامعة اللي انت بتعمله ده. لو مشينا بالسيكونس اللي هو اللي اتقال لنا دلوقتي ده، عملنا القيم دي وعملنا كذا في مجالات الحياة اللي هي اللي بتوصلنا للتبادل العادل، هنبقى ايه؟ هنبقى متوازنين وهتتجمع الطاقة. الطاقة دي هتتجمع، الطاقة جوانا، طاقة الحياة هتتجمع جوانا، هتصحي الجسد. فهيبقى دول كلهم معانا، التلاتة دول، الأربعة دول والطاقة الكونية كمان، وهتجيلنا الرسايل وهنبقى ماشيين مع الطاقة من الآخر. كل حاجة هتبقى معاك، السبيريتس، ربنا كمان، ظلالك هتعرف تتعامل بيها، حدسك هتبقى الطاقة الكونية كمان ماشية معاك. أوب بقى جامد. طيب تعالوا هرص بقى ايه بقيت الكروت وارجع لكم تاني نكمل. طيب تعالوا كده، انا رصيت الكروت، تعالوا نبص كده بصة. لو انت عملت اللي احنا قلنا عليه، ولو انت ما عملتش اللي احنا قلنا عليه، هتبقى ايه وهتحس بيه؟ هتبقى ايه وهتحس بيه؟ طيب هنا هتبقى ايه؟ لو انت عملت اللي احنا قلنا عليه هيبقى فيه توازن، هيبقى فيه اتحاد مؤقت بين الين واليانج، مفيش انقسام، في اتحاد مؤقت، التحام مؤقت. هتحس لو انت صابر، يعني انت صابر بس ما بقتش من المتفرجين. انت قبل كده كنت مش صابر، يعني يا الا تبقى من المتفرجين وساكت وبيتعمل فيك، او بتدي وانت ساكت، او وبيسيبوك ويمشوا مش عارف ايه، وبتصبر على ده. فانت دلوقتي لا، صابر بس ما بقتش من المتفرجين، بقيت نازل في ارض الملعب. تمام؟ ازاي بقى؟ ما انت عديت بده كله، وعديت بالاختبار بعدم التبادل العادل، وعرفت ايه الصح وابتديت تعمله دلوقتي وتديه لنفسك. فبقيت انت انا سامعه شيخ القبيله. بتعرف تتعامل مع كل الوان الطيف، الناس بكل الوانهم واطيافهم، فما بقاش في اعداء. فبقيت حاسس بالشموخ وان انت نبيه، انا سامعه كمان نبيه. تمام؟
طيب بقيت عارف تتعامل. طيب لو ما عملتش بقى اللي احنا قلنا عليه ووقعت في حتة عدم التبادل العادل، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى بتتنمر على طبيعتك، بتتنمر على حقيقتك، وحاسس ومش عارف تكشف الحرامي، مش عارف تكشف. ما هو انت بتقع، ما بتعملش ده، فبتقع في عدم التبادل العادل، فبيبقى التاني يا حرامي يا خاين، يا بيسيبك ويمشي، يا الا ما بيقدركش، يا بياخد وما بيديش، يا الا انت ما بتحسش ان هو بيديك كفاية حتى لو بيعمل وبيديك. فتبقى انت مش فارق معاك اللي بيحصل، او انت متعصب من اللي بيحصل، غيران متضايق، او مش عارف تتصرف. بتقع في الاسد، يا الا العجوز اللي عايزه الدفن، يا الا بتقع في التانية اللي هي الثائر الهائج اللي عايز يتخانق، اللي عايز يكسر. تمام. يا الا بتقع في غيرة حد بيغير منك او بيخجل انه يقرب لك. بتقع في الطاقات دي كلها. طيب لو عملت دول ايه اللي هيحصل؟ هتاخد تذكرة لايه بقى؟ شبه المستقبل، نبيه، محترم، غامض، ملهم. هتاخد التذكرة، فايه اللي هيحصل بقى؟ تعالوا نبص اكتر. هتبقى عارف تمثل على نفسك طاقة المستقبل اللي انت رايح لها. انا سامعة تمثل على نفسك هيبقى حقيقة، هتصدق وهيبقى حقيقة. فهتبقى هتمثل ده الاول، وبعد كده هتبقى بالترتيب، هتمثله وبعدين هتبقى ان انت نبيه، ان هو انا خلاص ما بقيتش اقع في الاختبار بتاع قبل كده. انا خلاص بقيت عارف ادي امتى ما اديش، امتى ادي ايه ما اديش ايه، ادي قد ايه ما اديش قد ايه، ادي لنفسي ايه وما اديش لبره ايه، او ما اديش اي حاجه بره وبعدين ابقى اشوف حد ايه وما اديش ايه. فبقيت نبيه، بقيت محترم نفسك، بقيت حاسس ان انت شامخ، محترم، شامخ. بصوا بقى الحاجات الغريبة دي. يعني انت نبيه، محترم، شامخ، عندك شموخ، محترم نفسك، حابب نفسك، وفي نفس الوقت غامض. انت من كتر ما انت عمال تزرع وتملى كوبايتك اللي جوه، وتزرع في ارضك انت، مش تزرع في ارض غيرك، في قلبك انت مش في قلب غيرك، في طاقتك الانثوية انت مش في طاقة غيرك. فايه اللي بيحصل؟ بقيت غامض وملهم، سبحان الله، للناس، وبقيت روحك رياضية. خفيف، لذيذ، طعم، جميل. انا سامعة كل ده. انثوي، انثوي باعتدال، انثوي قوي، وبعدين رايح للاعتدال. الطاقة دي بقت متشافة جدا حتى لو انت مش قاريها في نفسك. انا عمالة اقول الديكور ده معناه ايه، وما كنتش فاهمة كل المجموعات اللي فاتت. دلوقتي ابتديت استوعب. بس نخليها بقى ايه للفيديو اللي جاي، ونقرأ طاقة الديكور ده اكتر، لانه ليه علاقة بالتلاتة. بالماء الحي، وبالعناية والرعاية الذاتية، وبالترفيه. بس انا سامعة يا حلو انت يا حلو. يا لذيذ انت يا لذيذ يا تعم يا تيعم. بس دي كانت المجموعة او الفيديو بتاع طاقة الحياة او الماء الحي. وازاي نفعل طاقة الحياة جوانا، وايه المشاعر اللي نسيبها وايه اللي نروح لها، وازاي ده ممكن يعمل لنا توازن جوانا في الين واليانج، وهنروح لإيه، التذكرة بتاعتنا هتودينا فين لو احنا عملنا ايه، التذكرة هتودينا لفين لو احنا عملنا ايه، عملنا ده واللي احنا قلنا عليه القيم ومجالات الحياة. بس وهتطلع السترين اللي جوه، هتكتشف السترين اللي تحت جوه في العمق، جوهرتك الحقيقية. يقولوا لي شيلي دي. مبقاش ليها لازمة. ساعتها هتبقى روحك بترقص من فرط السعادة. يعني مش زي المجموعة اللي فاتت من السعادة، من فرط السعادة، وهتبقى سكر زيادة.
حلو الشعر ده. قالوا كده أنا نسيت أقول لكم، لو إحنا عملنا بقى الطاقة بتاعة المجموعة دي الفيديو ده اللي هو طاقة الحياة، إيه اللي هيحصل؟ هنروح فين؟ كأن التلاتة سبحان الله بيلموا مع بعض نفس الحاجة، بيودونا لنفس الطاقة، كأن انت عمال تركب حتة جديدة من المكعبات او الليجو. بس انا هنا بقى مش سامعة الصقل بتاع الجوهرة. الجوهرة انبثقت الجوهرة الداخلية. تمام. طيب انبثقت، وايه اللي حصل بقى؟ بقيت انت الخيميائي، عارف تحول الطاقة. ما انت حولت هنا المشاعر، عرفت تروح فين وعملت ايه، وحولت المشاعر والطاقة بتاعتك كمان. بقيت ماشي سريع جدا، منطلق جدا. انطلقت. وانطلقت في ايه المرة دي؟ انت مش بقيت بس بتعرف تتعامل مع الطاقة دي وما بقاش في اعداء، ده المرة دي قصدي ما بقاش في اعداء، مش بتعرف تتعامل مع التبادل، تعمل تبادل عادل بس. انت بقى ما فيش حاجة اسمها عدو، لان انت بقيت تعرف تعمل تبادل عادل وما تحولش الناس لاعداء. بقيت تعرف تلعب بالكورة، بالعلاقات، بالمادة. المادة اللي هو الأشياء المادية، مش مادة يعني فلوس، أي شيء مادي. أفكارك، سلوكك مع الناس. بقيت أنت المعلم. ابسط يا معلم. بس ما تنساش بقى اللي احنا قلناه، ان انت ايه، تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وكله كله 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 كله. واشوفكم بقى ايه الفيديو الجاي. يلا سلام.